من هي الممتحنة؟ الممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وعقبة ابن أبي معيط الذي لقب بأشقى القوم لأنه أتى بسلق جزور، وسلق جزور يعني أمعاء الجمل والقذرات اللي في بطن الجمل، الكرش والمصارين، وحطها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وهو نفس الشخص اللي لف عبايته وخنق بيها النبي وهو بيصلي، فنقص الأكسجين عنه وأغمى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهو نفس الشخص الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ضلال عقبة ابن أبي معيط، ربنا أخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذكية جدا، وكانت بتحب العلم، وكانت من قلائل النساء اللي بيهتموا بالعلم في مكة. ودخل الإيمان في قلب أم كلثوم، بس كتمت إيمانها عن أبوها عقبة ابن أبي معيط وعن إخوتها عمارة والوليد. وجاء موعد الهجرة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم كانت عاوزة تهاجر معاه، بس خافت من بطش أبوها وإخوتها، فصبرت أم كلثوم. وجت معركة بدر، واتقتل أبوها عقبة ابن أبي معيط ومات على الكفر. وكبرت أم كلثوم وبقى عندها حوالي 16 أو 17 سنة، يعني بقت في سن الجواز. وتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة، وهي ترفض وتصبر، وحلمها إن هي تهاجر للرسول في المدينة. ولكن للأسف يجي بعدها صلح الحديبية، ويكون من شروط صلح الحديبية إن لو حد ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة عشان يبقى مسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يرجع الشخص ده لمكة. وأم كلثوم سمعت بشروط صلح الحديبية وقالت كده مستحيل تهاجر للرسول عليه الصلاة والسلام، ولو هاجرت الرسول هيرجعها لمكة علشان هي دي شروط الصلح. واشتد الخناق عليها، وقررت انها تهاجر حتى لو الرسول كان هيرجعها لمكة. تخيلوا بنت عمرها 16 سنة وتهاجر لوحدها من مكة للمدينة في الليل، والطرقات الوعرة اللي بين مكة والمدينة، في طرق وعرة ومظلمة ومسافات طويلة، وهي عارفة ان الرسول هيرجعها، لان اكيد الرسول هيحترم شروط صلح الحديبية، والناس هتعرف انها اسلمت وهتتأذي من اخواتها. بس هي مهمهاش كل ده، وسافرت واتكلت على الله. وشاء ربنا وتهاجر ام كلثوم وتوصل للمدينة المنورة وتروح للرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام بقى في حيرة من أمره، والصحابة يقولوا له كيف نرجعها إلى مكة يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صامت بينتظر أمر من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينزل الفرج من السماء، جبريل الوحي من فوق 7 سماوات في أمر أم كلثوم، وتنزل آيات سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وينزل أمر الله من فوق 7 سماوات بأن أم كلثوم لا ترجع إلى مكة، ويقبلها ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يجازيها على صبرها، فتتجوز مش بس واحد من أشراف مكة، لا دي تتجوز عبد الرحمن بن عوف، واحد من ال10 المبشرين بالجنة، وأغنى أغنياء المدينة وأشرفهم. ودي كانت قصة اسم سورة الممتحنة، قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الصابرة المحتسبة. وبس كده.